يعني انا عايز اعرف احنا السنه دي هنروح لفين باللي بيحصل ده من اللعيبه، من رئيس نادي عمل كل حاجه السنه دي عشان يبوظ استقرار الفريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبتدي الحلقه صلى على النبي ويلا بنبدا ماتش الزمالك ونادي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدا غلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفين نستلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نص ملعب ضايع مننا. في ايه؟ يعني انتم اللعيبه مقدره اللي هي بتعمله. الزمالك مش كوره خطره على فاركو في الشوط الاول نهائي، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي كوره حسام عبد المجيد، دي كوره تخش فيك جون كده عواد. ايه الاستهتار اللي في اللعيبه دي؟ انا مش فاهم والله العظيم. انتوا حرقتوا دم الزمالكاويه النهارده بما فيهم انا واولهم انا. ما فيش كلام عايز يطلع مني، مفيش كلام عايز اقوله، مفيش كلام يوصف الحاجه اللي مش عايز اقولها دي، يوصف الزفت اللي احنا عايشين فيه. عاجبكم اللي بيحصل؟ مبسوطين؟ مكملين؟ كل اللي بيحصل في الاول ده بسبب الشخص ده. وانت عارف الفيديو اللي فات، الزمالك طول السنه مش هيعمل حاجه جديده. طول الموسم ده انسى. اخرك ان عملت تطلع الرابع عشان تخش الكونفدراليه. افريقيا ما تحلمش، يعني دوري ابطال افريقيا ما تحلمش بيه نهائي. اللي عمله رئيس النادي فينا هيخلينا السنه دي ما نحلمش باي حاجه. عارف اللي يغزى ويحرق دمك؟ هتقول لي رئيس النادي ماله؟ الفريق بيعمل ايه؟ شوف اللعيبه بتعمل ايه معاك. انت صح والله، انت صح، مش بتكلم اهو خالص. تعال ناخدها واحده واحده من النهارده واحنا راجعين لورا. ايه اللي حصل؟ النهارده مفيش كوره ولا لعب ولا اداء ولا التحامات. بيبدا الماتش عادي، اي لاعب وارد يغلط. حسام عبد المجيد اول غلطه، نبدا بقى نفوق ونرفع رجلنا؟ لا، نلبس التاني. طبيعي مثلا غلطتين والفريق انهز، المدرب بره عليه انه يدي الثقه للاعيبه، مش موجوده. يغير في طريقه اللعب امتى بقى؟ لما بدا الشوط الثاني غير في طريقه اللعب. حضرتك كنت مستني عشان تغير، افهمني والله. شايفنا كنا بنروحهم بنعدي واحد لواحد. التحامات فرديه بنكسبوها. فاركو النهارده واحد بيكسب، التحامات في نص الملعب بيكسب، كوره طوليه بيكسب، انفرادات بيكسب، والزمالك بيخسر كل حاجه. يخسر الكوره الطوليه، يخسر انفرادات، يخسر كل حاجه. بجد والله ما عملناش لا روح ولا اداء ولا لعب خالص. ماتش خلص يعني زي ما 3-0 3. دي تاني ثلاثيه فينا السنه دي، يعني حاجه ما حدش يصدقها في ظرف ايه، ما فيش 10 20 يوم. ده صباح الفل يعني. تعالى بقى يا حبيبي، الزمالك واللعيبه وحشين تمام، هم نفس السكواد، هم نفس الفريق. ارجع بقى بالزمن لورا شهر واحد، حوالي 30 يوم او 40 يوم. ايه اللي حصل؟ الزمالك الاول فاز على الاسماعيلي متصدر الدوري. يطلع بقى ايه؟ لعيبتي عندكم استقرار، الفريق مستقر، والجمهور بيدعي على المدرب، والجمهور بيقول ان المدرب رقم واحد. وفعلا في اي فريق محترم الجمهور رقم واحد والمدرب رقم واحد. لا 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 لا, لا. انا ههدم لكم استقرار الفريق. في ايه يا فندم؟ اللعبه عندي بتشرب. يا عم بتشرب ازاي؟ يعني هو قال بيشرب والصحف والاخبار خلتها منشطات. فتحت على الفريق فتوحه سود لحد النهارده مش هيسلم منها. لا السنه دي كله، مش النهارده بس، لا ولا الشهر ده، السنه دي بحالها مفيش حاجه هتحصل جديد بسبب النقطه دي. عملنا ايه بقى احنا بقى؟ دمر الفريق. فين الجديد يا حبيبي؟ قول لي الجديد فين؟ هو عمل ايه جديد؟ دمر استقرار الفريق. بعد الزمالك اللي سنتين ورا بعض الدوري، في الدوري بيعمل كده، فافريقيا هيعمل ايه؟ كلموني وضوا، حد يرد عليا في الكومنتات يقول لي احنا السنه هنروح لفين؟ يعني انا عايز اعرف احنا السنه هنروح لفين باللي بيحصل ده من اللعيبه، من رئيس نادي عمل كل حاجه السنه دي عشان يبوظ استقرار الفريق. قول لي بقى هنعمل ايه السنه الجايه او السنه دي؟ قول لي هنعمل ايه بعد كده لو الراجل ده خلاه موجود؟ هنعمل ايه؟ فهمني. مفيش حاجه جديده هتحصل. فشل وفشل 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 وفشل. ليه؟ عشان الاداره مش مستقر، فالفريق مش مستقر، فكل حاجه في الزمالك مش مستقر. فتيجي تقول يا عم ده راجل بيحارب اتحاد الكوره، ده راجل بيحارب مش عارف مين. كسب ايه؟ وبيحارب وبيناضل وبيعمل وواقف قدام ناس وي 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 وي. كسبنا ايه؟ اي الصفقات؟ باين عشان لسه بقى ضمن يومين 3 4 اسبوع الله اعلم يكسب يخسر. فين الجيل اللي قدمه للنادي؟ من ساعه ما يجي ايه الجيل اللي قدمه للنادي؟ انت عارف اللي يغيظك ويحرق دمك في بقى كل الزفت اللي انا فيه ده، واللعمه يشوف الكلام ده يقول لك والله ده جاي عرض امام عاشور مشيه. يعني فضلوا 6 شهور لا قعدوا يا باشا وبيعوا فري، مش عايزين هو مكسب. لكن هتضيع موسم بحاله، ممكن الموسم الجاي عشان ممكن اخش افريقيا عشان خاطر 200 و 600 الف دولار. مش دي اداره؟ ده فن. يعني عايشين مع ناس بتفهم واحنا اللي
بهايم ما تفهمش حاجه. تطلع ناس تقول لك ها الزمالك وفوق، وناس زملكاويه، ناس زي دي مثلا محسوبه على الزمالك، هتطلع النهارده تدي كل الاعذار لرئيس النادي بس، رئيس النادي بس، لا ينتقد. قطع ليه بقى؟ تقول لي ليه؟ مع ان اي حاجه في الدنيا معرضه للانتقاد، انتقد بادب. لكن احنا رئيس النادي بتاعنا يموت في قله الادب، مش في الادب بس، في قله الادب كمان. يطلع النهارده بقى فريق جديد، ده فريق، دي روح. هتقول لي ما في ايه؟ ما انت بتقول مشكله في اللعيبه، ولا مشكله في اللعيب؟ ايه اللي خلى اللعيبه بقى يحصل فيها كده؟ رئيس النادي. ليه؟ لانه عدم استقرار الفريق. نقعد كل فيديو نقول الكلمتين المحفوظين. صباح الفل، يعني مش احسن من كده حاجه. بقى الزمالك هزم فاركو بكائن ب3. تعالى بقى نرجع بينا لماتش الزمالك وفاركو. كابتن اسامه نبيه في الشوط الثاني غير طريقه اللعب ل3-5-2. فعمل ايه؟ طلع سيف جعفر اللي هو كويس ونزل مكانه مين؟ ابو الفتوح. طب ما انت كنت ممكن تطلع عبد الشافي وتنزل ابو الفتوح وتلعب ب3-5-2. لا ازاي؟ طلع احسن لاعب بعد ما طلعته. عمل تغيير انا مش فاهمه تمام. طلع سيد نيمار ونزل عمر جاب اللي هو ما عملش حاجه. اقسم بالله ما بيضيف جديد. وجوده في نادي الزمالك ده دليل ان في حاجه غلط. مش عايز اقول لفظ تاني، في حاجه غلط. اقسم بالله حاجه غلط. وايه اللي بيحصل ده؟ ازاي مفيش روح، مفيش اداء؟ اقسم بالله الراجل ده ما ينفع نادي الزمالك. مصطفى شلبي ده ايه اللي جابه الزمالك؟ عايز افهم بره. الراجل عمل ايه؟ لا اسيستات 0 جون واحد اللي جابه في بيراميدز، ما عملش حاجه تاني. يخش سبرنت، لو خد سبرنت لو واحد عند الهجوم بتاعنا هيجيبه من قدام. تخيل. عمرو السيسي مش موجود، عندك مشكله في نص الملعب فتروح بيع شوط تاني هقولها لك، كل حلقه هقولها لك. عندها مشكله في نص الملعب فتبيع اهم لاعب في نص الملعب، هو كده. ده الزمالك. ده طارق غلطان وامام غلطان واي لاعب بيجي لازم غلطان، ما انت اللي بتجيبه وتطلع ده ابني وده مش عارف مين ومين. طب ما تقولي نفس كل الناس بتسيب الزمالك دلوقتي، كله بتخلى عنه وانت اللي واقف معانا. يا عم سيبنا انت كمان وامشي، سيبنا لحالنا وامشي. لو في نقطه دم سيبنا الزمالك وامشي، عشان اللي بيحصل ده ما يرضيش حد، والله ما يرضي حد. الشوط التاني بقى عمرو السيسي ده ما مش عايز اتكلم والله كلام كتير، كلام انت كمشجع هتقوله لاي حد. اللي انا بقوله ده انت كمشجع ممكن تقوله عادي خالص. الناس ديك مش موجود، مفيش اي حاجه جديده. اللي بيحصل ده والله العظيم فشل مش هيتعافى منه لا السنه دي ولا السنه الجايه. غير بوحي الراجل ده ان شاء الله. مفيش كلام كتير اقدر اديهولك او اقوله لك غير ان احنا وحشين جدا 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 جدا. انا بتمنى منكم طلب واحد زي ما طلعت في الفيديو اللي فات وناس كتير شيرته، الفيديو ده كمان يشير عشان نعرفهم او نخلي الجمهور ما ينقسمش لفرقتين، فرقه مؤيد وفرقه معارض. بدايه النجاح نادي الزمالك الراجل ده، مش مثلا هتشوف النهارده نعالى لبكره، لا السنه الجايه ان شاء الله نفتح قيد ونجيب لعيبه نظيفه وفي رئيس نادي قريب من الجمهور. سيبك من الناس تطلع تقول لك مش عارف ايه وايه وازمه ورئيس النادي واحنا بنتحارب وي 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 وي. فاتمنى زي ما طلعتوا في الفيديو اللي فات تشيروا الفيديو ده كمان، شيروه زي اللي فات، لايك وفولو وشير، واللي جاي ان شاء الله يا رب يكون خير. سلام.